السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبنا للحسين وحضور مجالس الحسين وخدمة الحسين وزيارة الحسين، هل هذه الأمور إخواني تحصل للفرد هكذا صدفة أم هنالك شيء آخر؟ طبعا إذا راجعنا الروايات والأخبار نجد أن هذه الأمور إخواني التي ذكرتها بخدمتكم هي بهداية الله وتوفيقه، وليس الأمر هكذا اعتباطا. الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وهدايته نحن خدمنا الحسين، نحن حضرنا مجالس الحسين، نحن زرنا الحسين وهلم جرا، لأن الله سبحانه وتعالى اعتنى بالحسين عليه السلام عناية خاصة، وهذه العناية إخواني تشمل كل من يرتبط بسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. والدليل على ذلك الوارد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. إذن إخواني، حب الحسين، حضور مجالس الحسين، خدمة الحسين، كل هذه الأمور هي من الله وبتوفيق الله وهدايته، والأمر ليس هكذا اعتباطا، بل الرواية تقول حتى على مستوى زيارة الحسين الإنسان أنه لعله لا يوفق لذلك لولا أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه حب الحسين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نزداد حبا وحرقة لسيد الشهداء، والحمد لله رب العالمين.